السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة 5. النهاردة معانا ملخص يونت 8 الوحدة الثامنة بطريقة جميلة جدا وبجمل سهلة جدا ومواضيع هتعجب الجميع. أسهل يونت معانا. أول درس معانا هو من أهم الدروس اللي موجودة في اليونت، أو نقدر نقول في الترم كله كمان، بعنوان هاني، العسل. طبعا العسل ليه فوائد كتيرة جدا، تعال نتكلم عنها. هنبدأ ب honey is good for healing wounds، يعني العسل جيد للشفاء من الجروح أو الأمراض. healing الشفاء، healing wounds اللي هو الجروح. طبعا العسل بيعالج بعض الجروح، فعلا. يبقى الجملة دي أبدأ بيها كopening phrase، كعبارة افتتاحية. honey is good for healing wounds. you can enjoy eating honey، طبعا انت تقدر تستمتع بأكل الهاني العسل for breakfast في الفطار. you can enjoy eating honey for breakfast. you can enjoy eating honey for breakfast. جميل جدا الجملة دي، ان انت تقدر تستمتع بيه في الفطار. it is a delicious food، ده طعام لذيذ جدا. it is a delicious food، انه طعام لذيذ. it is a delicious food. جملة سهلة جدا وجميلة. You can mix honey with milk to make your cough better. يعني ايه الكلام ده؟ دي جملة سهلة قوي وجميلة. You can، انت تقدر mix honey. mix يعني تخلط الهاني اللي هو العسل with milk، مع اللبن، عسل ولبن. الله على الجمال. To make your cough better، علشان تقلل من الكحة بتاعتك. Some types of honey can kill bacteria. Sometimes يعني بعض الأنواع of honey من العسل can kill bacteria، يعني تقدر إن هي تقتل البكتيريا. تعال نقوله مرة كمان، احنا طبعا عملنا له translation وترجمناه. تعال نقوله مع بعض مرة واحدة. honey is good for healing wounds. you can enjoy eating honey for breakfast. it is a delicious food. you can mix honey with milk to make your cough better. some types of honey can kill bacteria. ندخل على الدرس التاني الجميل قوي برضو بعنوان balanced diet، اللي هو النظام الغذائي المتوازن. طبعا احنا لازم يبقى النظام الغذائي بتاعنا متوازن ونمارس رياضيات وحاجات جميلة جدا. تعال نقولها مع بعض. we should have a balanced diet، يعني احنا يجب ان احنا يبقى عندنا نظام غذائي متوازن. we should have a balanced diet. we should have a balanced diet. It's important to keep your body moving. It's important يعني من المهم to keep your body، إن أنت تخلي جسمك moving، يتحرك. It's important to keep your body moving. We should do some exercise every day. يجب برضو علينا، we should يعني يجب علينا do، إن احنا نعمل some exercise، بعض التمارين every day، كل يوم. We should do some exercise every day. we should do some exercise every day. تعال ندخل على الجملة اللي بعدها. it's important to eat healthy food. من المهم ان انت تاكل طعام صحي. منجيش طبعا على الحاجات unhealthy ونقعد ناكل منها كتير. it's important يعني من المهم to eat healthy food، ان انت تاكل طعام صحي. we should يجب برضو علينا. ايه الحاجات اللي كلها we should دي جمل سهلة جدا. we should get enough sleep. we should get enough sleep، لازم طبعا ناخد وقت كافي من النوم. وهنهي بسؤال جميل جدا هقدمه للقارئ او للي بيعلم لي، اقول له do you have a balanced diet. do you have يعني هل انت عندك a balanced diet، يعني هل انت عندك نظام غذائي متوازن. سهل جدا جدا. تعال نقوله مرة واحدة. we should have a balanced diet. it's important to keep your body moving. we should do some exercise every day. it's important to eat healthy food. we should get enough sleep. do you have a balanced diet. ندخل على الدرس الأخير معانا بعنوان different illnesses، يعني أمراض مختلفة. طبعا الدرس ده كان في يعتبر معانا في بداية unit 8. There are many different illnesses، يعني يوجد العديد من الأمراض المختلفة.
there are many different illnesses. يعني يوجد العديد من الأمراض المختلفة. طيب تعالى نتكلم عنهم بطريقة مبينة أكتر. when I feel pain لما بشعر بألم. when هنا مش جاية بمعنى كلمة متى، هي جاية بمعنى كلمة عندما. when I feel pain لما بشعر بالألم بعمل إيه؟ أكيد بروح للدكتور. I should go to the doctor. I should go to the doctor. يبقى يجب علي إن أنا أروح للدكتور. I should go to the doctor. when my teeth hurt. يعني إيه when my teeth hurt؟ يعني لما سناني بتؤلمني بعمل إيه؟ I go to the dentist. بروح لدكتور السنان. إيه الدرس الجميل جدا ده؟ ده أنت ممكن تكون شفت كلمة different illnesses قلت ده إيه ده؟ ده صعب جدا، ولكن طلع سهل. لما بيحصل كذا بروح لكذا، لما بيحصل كذا بروح لكذا. يبقى نقول تاني when my teeth hurt لما اسناني بتوجعني I go to the dentist. بروح لدكتور السنان. We should look after our teeth. We should يجب علينا look after ان احنا نعتني. كلمة look after يعني يعتني our teeth بالسنان بتاعتنا. We should take the right medicine. We should take the right medicine يعني يجب علينا ان احنا ناخد الدواء الصحيح. نقولها تاني. There are many different illnesses يعني يوجد العديد من الأمراض المختلفة. When I feel pain I should go to the doctor. لما بشعر بألم I should go to the doctor. أروح للدكتور. When my teeth hurt لما أسناني بتوجعني I go to the dentist. بروح لدكتور السنان. We should look after our teeth. يجب إن احنا نعتني بسناننا. We should take the right medicine. يجب علينا إن احنا ناخد الدواء المناسب أو الدواء الصحيح. إيه رأيك؟ أنا هفاجئك دلوقتي وهقول لك كده الباراجرافز بتاعت يونت 8 كلها في جيبك. انت كده الثلاثة باراجراف دول أهم حاجة موجودين في اليونت وسهلين جدا جدا. عايزك تقولوا ورايا أثناء ما أنا بقول، يعني الباراجرافز اللي أنا قلتها تكونوا بتقولوا ورايا وتكونوا بتوقفوا الفيديو وتقولوا تاني الجمل عشان تثبت في دماغكم، وخدوا سكرين شوت. ولو محتاجين طبعا الفايل نفسه اللي أنا كنت بقرأ منه ابعتولي وأنا إن شاء الله هبعته لكم على طول. شكرا جدا ليكم، وما تنسوش تعملوا شير ولايك، والكومنت الجميل بتاعكم بينفعنا جدا. شكرا.